السلام عليكم وعواشركم مبروكة ان شاء الله. غنشارك معكم اليوم كيك العيد الفاخر كيجي رائع جدا عالي. غادي نحضروه بالمكسرات والكراميل. كيك اللي فعلا كيستحق التجربة. ندخلوا مباشرة في التفاصيل. خديت اناء غادي نوضع فيه 4 بيضات اللي يكونوا بدرجة حرارة المطبخ. في حالة ما جبتوهمش من قبل من الثلاجة فغتوضعوهم في اناء اللي فيه ماء دافئ مدة 5 دقائق وكتخدموا بهم. غادي نضيفوا رشة من الملح لتصحيح الذوق، كوب ونصف من السكر حبيبات. انا استخدمت كأس العنبة. غادي نوزنوا به ان شاء الله جميع المكونات وغادي نخدم هاد العناصر جيدا حتى ينسجموا مع بعضهم. كيذوب السكر وكذلك كيتغير لون الخليط قليلا. نضيفوا كيس من سكر الفاني من فئة 7 غرامات ومبشور قشرة حامضة. ممكن انكم تكتفيوا غير بسكر الفاني، لكن هاد الاضافة ديال الحامض كتعطينا واحد الكيك اللي منعشه ورائعة جدا كذلك في المذاق. كيف ما كتشاهدوا معايا من بعد ما صبح الخليط بهذا القوام الموضح في الفيديو، ضروري من الخلاط الكهربائي او لا كتوضعوا الكل في ميكسور وكطحنوه جيدا. غادي نضيفوا كوب من زيت نباتي تدريجيا على شكل خيط حتى نضيف الكمية كاملة. ونضيف علبة من جبن طري من فئة 85 غرام. انا استخدمت بدون سكر، ممكن انكم تخدموا باي ياغورت متواجد عندكم. نضيف كوب من الحليب يكون كذلك بدرجة حرارة المطبخ. جميع المكونات تكونوا خرجتوهم من قبل من الثلاجة، عاد تخدموا بهم باش تنجح معكم ان شاء الله الوصفة. هنا غادي نضيف الطحين كذلك بوزن الكوب. غادي نضيفو 2 أكواب مملوءة. نضيف كيس من خميرة الحلويات والكيس الثاني غنضيف منه فقط النصف، يعني في المجموع تحتاجوا 12 غرام. غنخدم هاد المكونات جيدا ومن طبيعة الحال كنضيفو الطحين تدريجيا حتى نحصلوا على القوام اللي بغينا في هاد يعني في هاد الخليط. هنا كيف ما شاهدتوا معايا مازال الخليط خفيف. غادي نضيف كمية أخرى من الطحين. هنا ضفت كوب مملوء. اي كوب متواجد عندكم في البيت ممكن انكم تخدموا به، ماشي بالضروره يعني كأس العنبه، اي كأس متوسط الحجم. وهنا مازال الخليط خفيف. غادي نضيف دفعه اخرى من الطحين. هذا الكوب الرابع كنضيفوه تدريجيا وحنا يعني كنخلطوا. وكتختاروا نوع جيد الخاص بالحلويات لنجاح الوصفه وتكونوا غربلتوه من قبل. كيف ما كتشاهدوا هنا الخليط مازال خفيف. غادي نضيف اخر دفعه من الطحين. هنا غادي نضيف تقريبا ثلثين من الكوب الرابع، يعني ما كتضيفوهش بالكامل. غتبقى لكم تقريبا مقدار ملعقه كبيره. وهذا هو القوام النهائي اللي كنحصلوا عليه. في الاخير غادي نضيف ملعقه كبيره من الخل اللي كتعطينا واحد الطراوه وواحد الهشاشه لهذا الكيك كيجي رائع بزاف. غادي ناخذ واحد الكميه من الخليط تقريبا مقدار جبانه. غادي نضيف ليها ملعقه كبيره من الكاكاو خام نوعيه جيده اللي كيكون اللون تاعو بني. من الاحسن انكم تستخدموا ديال العلبه ماشي ديال العبار، لانه بعض المرات كطيحوا في نوعيه غير جيده اللي غتفسد لكم مذاق الوصفه. هنا كيف ما شاهدتوا غادي نحرك جيدا بالاستعانه بالملعقه او الفوي صغير اللي كان متواجد عندكم. غادي نحرك جيدا حتى ينسجم لينا مع الخليط. وبالنسبه للخليط الاول فغادي نضيف له ملعقه كبيره من الطحين الابيض لانه مازال خفيف شويه. كيف ما كتعرفوا المكسرات كيبغيو الكيك يكون شويه او لا خليط الكيك يكون شويه عاقد على المعتاد باش ما ينزلوش لكم مكسرات للاسفل. وهذا هو القوام ديالو. كيف ما كتشاهدوا راه كل ما خليتوه كيرتاح كل ما كيزيد كيعقد القوام ديالو، يعني ما كيبقاش بحال الاول لان الطحين كيتشرب السوائل. غادي ناخذ قالب اللي كيدخل الفرن، اي قالب عندكم ديال الكيك، يعني اي نوعيه. انا استعمت اني نعطيكم هذا اللي فيه ثقب في الوسط لانه حاضر في جميع البيوت المغربيه. غادي ندهنو مزيان بالزبده ونرشوه بالطحين. كترشوا جميع الجوانب باش ما يلتصقش لكم. وغادي نفرغ الخليط الابيض وكترفعوا يدكم الفوق باش هكا ما يتكونش لكم الهواء داخل الكيك ويجي كذلك مهوي من الداخل. صافي من بعد ما ضفتو بالكامل غادي ناخذ الخليط الثاني اللي ضفنا له الكاكاو
وغادي نوزعو على شكل خيط، وانا ندور بهذه الطريقه اللي كتشاهدوا معايا، فكيعطينا واحد الجماليه رائعه جدا للكيك. وغادي نضيف اي نوع من المكسرات متواجد عندكم. هنا استخدمت رقائق اللوز، عندي ايضا اللوز اللي قطعته صغير، الجوز او الكركاع. كتضيفوا لي بيبي دو شوكولا، ممكن انكم تضيفوا الفواكه المعسله ايضا، فسبق لي شاركت معكم واحد الكيك بالفواكه المعسله كيجي فعلا رائع جدا. وهنا كنوزعهم بالتساوي، كديروا واحد الطبقه خفيفه، لانه الا كثرتوهم بزاف راه ممكن انهم ينزلوا لكم الاسفل. وكندخلها للفران يكون بارد، كنوضعها في الرف الوسط، كنشعل عليها من الفوق ومن التحت على درجه حراره 180. الا عندكم الفرن الغازي فغطلعوها شويه للفوق، وشعلوا عليها من الاسفل على درجه حراره مهيله حتى تبان لكم انها انتفخات ونشفات مزيان. كتغرسوا فيها عود خشبي باش تاكدوا انها طابت من الداخل، ومن بعد كتنزلوها لتحت، خليوها تحمر قليلا وكتخرجوها. خليوها حتى تاخذ لكم درجه حراره المطبخ. عاد من بعد كتقلبوها في طبق التقديم، وكتزينوها بالكراميل، او ممكن انكم تزينوها كذلك بالشوكولاته المذابه. لكم كامل الاختيار. كيف ما كتشاهدوا معايا هنا راه كتجي واحد الكيك اللي خفيفه هشه ورطبه، ومن طبيعه الحال كتجي عاليه. غير التزموا يعني بجميع النصائح اللي عطيتكم من بدايه الفيديو باش تنجح معكم الوصفه. وغنزينها بالكراميل ونقطعها معكم باش تشوفوا القوام ديالها كيفاش كيجي، وكذلك الشكل ديالها من الداخل. كيك اللي عالي وخفيف بحجم عائلي اللي يكفى جميع افراد الاسره. كيك اللي راقي، مزيج من نكهات اللي كتعطينا واحد الطعم رائع جدا لهذا الكيك، الشوكولا، الحامض والفاني. صافي هنا كندير طبقه مهمه من الكراميل اللي كتعطيه كذلك تعليكه، وكذلك القرمشه ديال المكسرات كتواتى بزاف مع الكراميل. فكنتمنى ان شاء الله ان الوصفه فعلا تعجبكم. هنا غادي نقطع لكم باش تشوفوا القوام من بعد ما كيبرد. كيك اللي رائع جدا اللي تقدروا ان شاء الله تحضروا الفطور العيد. وهذا شكله من الداخل كيفاش كيجي خفيف بحال الريشه، فعلا يستحق تجربه رائع جدا. وحتى لهنا اخواتي كنكون وصلت معكم نهايه الفيديو. كنتمنى اقتراح اليوم ينال اعجابكم واستحسانكم. شكرا لكم بزاف على حسن المتابعه، كنشكركم بزاف كذلك على تشجيعاتكم. عواشركم مبروكه مره اخرى، وعيدكم مبارك سعيد. نتلاقاو ان شاء الله في موعد جديد مع وصفه اخرى واقتراحات اخرى. خليت لكم راحه، مع السلامه.